يا مساء الخيرات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين، يجعلهم يا رب 10 أيام بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية وينصر إخواتنا. بصوا بقى هنا معايا مشمش، وأنا عاشقة للمشمش وبحب أشيله جدا لرمضان. يا عالم يعني العمر يدينا ويديكوا طول العمر يا رب. ولازم لما تجيبي المشمش ده تكوني جايباه من حد طبعا واثقة فيه ويكون حلو وكويس. لأني ساعات بيبقى فيه دود من جوه أو ما بيبقاش حلو. طبعا بنجيب المشمش وبنرقده في ميه بخل وبنشطفه كذا مره. انا سواء مشمش سواء خوخ لازم تحطيه في ميه بخل وتفتحي كده. بصي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه تحفه. يعني بالذات المشمش والخوخ تجيبيهم من حد انت واثقه فيه. هنفتح بقى المشمش كده، وطريقته سهله جدا في انك تحفظيه رمضان. وبيقعد معايا والله من السنه للسنه، وبطلعه بيبقى زي الفل ما فيهوش اي حاجه خالص. وزي ما انتم شايفين اللهم بارك، بصوا طالع تحفه. حبه هنخزنهم وحبه طبعا هعملهم ايه شويه مربى كده حلوين. بس خلينا دلوقتي في التخزين. ما تنسيش بقى يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي تحطي اللايك بتاعي. ولما تجيبي الخضار بتاعك او قصدي يعني تجيبي مش تجيبي خوخ، الحاجات اللي هي بتتغسل كويس، تحطي لها كده حبه ميه وعليهم معلقه خل علشان لو فيها اي حاجه، ما يعني الخل عامه بيقتل اي حاجه انتوا عارفين. تمام تمام. يلا بينا بقى نفصص احنا كده، وبعد ما نفصص هقول لكم هنعمل ايه مع بعض. انا بقى كده اللهم بارك، بصوا بسم الله ما شاء الله حلو جدا، ريحته حلوه قوي. انا بقى بحب ان انا اعمله كده علشان خاطر لو عايزه اخد كيس اعمله مهلبيه. كيس اعمله عصير باللبن او بالزبادي. بصوا انا هنا نزلت عليه بالظبط بكده بكوبايه ونص من الميه، لان هو جامد شويه، هو هينزل ميه اصلا وهوريكم هينزل ميه ازاي. حطيت بس كوبايه ونص من الميه وولعت عليه. في الاول بتبقى النار عاليه، بعد كده بنبتدي نوطي النار. بياخد حوالي من غلوه لثلاث غلوات. هنا بقى كده ابتدى يغلي معانا كده زي ما انتم شايفين. الريم الابيض ده احنا بنشيله كده بالمعلقه، بس انا عايزه اوريه لكم بقى. معلش البخار طالع كده على كاميرا التليفون. بس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه تحفه بجد. وريحته بقى مش عايزه اقول لكم بقى على الريحه بتاعته. هنشيل الريم الابيض ده كده زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه، وبنحطه في طبق كده ملوش طبعا اي لازمه. خلاص تمام. تمام، دي اهم حاجه الريم، بس تشيلي الحاجات البسيطه اللي هي زهرولك دي. وطبعا هو بسم الله ما شاء الله هو نوعه كويس جدا. فبصوا مش مطلع ريم ياما ولا مطلع ابيض ياما يعني. هنا برضو هو استوى معانا حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا انا كنت مقسماه على حلتين. هو كده اتسلق وبقى 10 على 10. شايفين الجمال؟ حاجة تحفة التحفة. ما تنسيش بقى يا بطة يا بزة يا حلوة انت وهي تحطي اللايك بتاعي وتكتبي لي كومنت حلو منك يفرحني ويسعدني. يلا بينا بقى نطفي عليه ونسيبه يبرد. هنا بقى برد معانا اللهم بارك اكياس التلاجة العادية خالص، لان الاكياس التانية بقت غالية جدا، اللي هي عاملة زي اللي ما يكون فيها سوستة كده. غالية جدا. انا ما بستعملهاش عشان تبقوا عارفين يعني. انا على طول بجيب الاكياس اللي هي بتاعة التلاجة العادية وبحفظ فيها، وبسم الله ما شاء الله. بصوا زي الفل يعني. تقولي للراجل انا عايزة اكياس التلاجة اللي بتحط فيها سخن وبارد، بيديكي اللي بيناسبك يعني. لما تقولي له عايزة بتاعة السخن والبارد بيديهالك. ديت النص كيلو عامل 60 جنيه. تمام. طبعا بتعبي في كل كيس على القدر اللي انت عايزاه، مثلا بتبقي طبعا عارفه مقدارك. هنا بقى كده زي ما انتم شايفين خلصنا خلاص الاكياس. انا بقطع طبعا الحته اللي من فوق دي عشان ما تعملش زحمه في الديب فريزر او في الفريزر بتاعك. طريقته حلوه وسهله وجميله جدا وبسيط، وما فيهوش اي حاجه خالص. انا طبعا زي ما قلت لكم بعمله باللبن او بزبديه او مع ربع واحده من القمر الدين. يعني بجيب مثلا لفه القمر الدين واقطعها 4 ارباع واخد ربع مع كيس. ساعات بطلع كيس واعمله مهلبيه. بجد بجد من الانواع الروعه فعلا من الفاكهه هو المشمش. وطريقته بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا بالنسبة للأكياس انت طبعا ليكي حرية على فكرة الاختيار، تحطي زي ما انت عايزة. ممكن في ناس بتحب ان هي تحطه في برطمانات ازاز لو يعني مفضل عندك، او لو زيادة عندك موجودين تقدري تحطي برضو في البرطمانات الازاز. طريقة سهلة وبسيطة. بحبكم في الله. كل سنة وانتوا طيبين، ويجعلها ايام يا رب مفترجة وخير عليكم.